روايات محترمة تقدر تقرأها في رمضان. كل سنة وانتم طيبين يا شباب، رمضان كريم عليكم. والنهارده هديكوا شوية نصيحات تقدر تقرأها وانت مطمن ومش قلقان كده على الصيام بتاعك. وهقول لك زي ملخص سريع لكل واحدة منهم علشان ايه تبقى انت فاهم انت بتقرأ ايه. أول منوة هي Honest Reader Viewpoint اللي هي ORV اللي ده الاختصار بتاعها. كيم دوجا، مش عارف اقول اسمه صح ولا لا، معناه بالكوري القارئ حرفيا. هو شاب في منتصف العمر، عنده 28 سنة تقريبا، كان بيقرأ رواية اسمها 3 طرق للنجاة في عالم مدمر. كان هو الوحيد اللي كمل قراءة الرواية دي لآخر فصل فيها، عشان كده كاتب الرواية بعته هدية عشان هو الوحيد اللي خلصها. عبارة عن نسخة PDF مع الرواية كاملة على التليفون بتاعه. وهنا بتبدأ الأحداث تتغير وهو راجع من الشغل بتاعه. فجأة أحداث الرواية اللي كان بيقرأها بدأت تحصل في الواقع، واللي بدايتها ببساطة عبارة عن سيناريوهات أو تحديات زي فيلم سو كده. اللي بيفشل في الاختبارات دي بيموت. من الآخر بسبب معرفته الأحداث بيقدر ينجو. وتخيل بقى اسم الرواية كان 3 طرق للنجاة في عالم مدمر، واختبارات اللي بيفشل بيموت، وموضوع كبير أوي سعادتك. فالمنهوى رائعة الجمال سواء في الرسم أو الفلسفة اللي فيها أو القصة أو طريقة حكي القصة. أي نعم الأحداث بطيئة شوية في الأول، بس خدها مني اتقل تتكيف. تاني منهوى هي ستار امبالسنج سورد ماستر. بص يا عم، فلاد من السوار ده بطل القصة. إنه الشرف أيها السادة، كرامة السيف ورفعة النبلاء. فلاد ولد يتيم بيتربى في حانة، وكانت حياته صعبة لعند ما يوم ضربته صاعقة رعتية، وبدأ يسمع صوت بيكلمه بيقول انه هيعلمه فنون السيف في مقابل انه يستعيد ذاكرته. ومن هنا بتبدأ رحلة تطوره من حتة ولد شغال في حانة لمرتزقة لعند ما يوصل لفارس معترف بيه. والفارس في المنهوى دي مش زي الأماكن التانية حاجة عادية وكده. في منهم في فرق كبير جدا بين كلمة الجنود والفرسان. هنا الفارس معناه شخص عنده قوة تفوق البشر العاديين، وبيقدر يستخدم الهالة وبيستخدمها في القتال بحرية. جمال المنهوى طبعا الرسم الأسطوري وطريقة تقديم وتعريف شرف الفارس وكرامة النبلاء بتوع العصور الوسطى وكده. اللي هو مش انا قوي بعمل اللي انا عايزه، لا يا حبيبي، انت فارس عائلة كذا يبقى افعالك بتمثل عائلة كذا دي، يبقى لازم تنتقي كلامك وافعالك كويس. ثانيا كل الشخصيات او 99% من الشخصيات فخمة واسطورية. فهي منهوى تستحق القراءة جدا جدا جدا. لو عايزني اقول لك اقتراحات تانية، لو انت بتحب المنهوى والمانهى والمانجا، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. والسلام عليكم.